صلى على الحبيب قلبك يطيب. معاكم أميرة أبو زيد. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة اقتصادية وأرداحي وطعمها يجنن. معايا هنا حبة من الطماطم، حبة من الفلفل البارد، ونص فلفل كده سبايسي تقدري تستغني عنه، وكام فص من الثوم، حوالي 3 أو 4 فصوص من الثوم. ضربتهم في الكبة ومش عايزاهم يكونوا ناعمين قوي، حطيتهم هنا في الصينية اللي أنا هستخدمها وأدخلها الفرن. جبت هنا بصلاية كده متوسطة وبرده ضربتها في الكبة مش ناعم قوي، قلبت كل الكلام ده مع بعضه. هجيب هنا قطعة من الزنجبيل الفريش، انا بفرزه بفرمه وبفرزه في الفريزر. وكمان جبت هنا معلقتين كبار من الفلفل الاحمر برضو متفرز عندي، وحطيت شوية من الفلفل الاسود، شوية من الحبهان المطحون، وهحط هنا الملح بتاعي، واحط شوية من الزيت. هقلب كل الكلام ده كده مع بعض، وهنشم اجمل ريحه واحلى طعم. هنعملها النهارده صينيه البطاطس الجميله دي. معايا هنا كمان عصير طماطم متصفي، وحطيت الشوربه بتاعي لو متوفره، لو مش متوفره خلاص مفيش اي مشكله. معايا هنا بقى احط شويه من السكر عشان حموضه الطماطم. بحط هنا كمان شويه من مرقه الدجاج البودر، بشتريها من عند العطار. وكان معايا هنا بطاطس بقى مقشراها كده وغسلاها وقطعتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هحطها كده على الخليط بتاعي، وبحط هنا كمان شوية من السمنة البلدي عشان تديني طعم حلو، وكمان لون حلو لطاجن البطاطس التحفة اللي احنا عاملينه ده. غطيت عليه بورق فويل ودخلته الفرن على درجة حرارة 240. وكمان بتابعه كل شوية علشان لو هو محتاج شوية من الشوربة او شوية من المية، بسيبه لحد ما البطاطس معايا تستوي بالطريقة دي كده. وزي ما انتم شايفين اللهم بارك، بجد لونها تحفة بسبب كمان الفلفل الأحمر، مديها لون حلو جدا، وكمان بيديها تسكيرة حلوة قوي. والسمنة طبعا وكل المكونات اللي احنا حطيناها بتدي تيست جميل جدا لصينية البطاطس. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، بجد هي بتتكلم عن نفسها. البطاطس دايبة وفي نفس الوقت متماسكة، بجد طعمها حلو قوي. تقدر تقدميها مع رز بالشعرية، رز أبيض، ممكن كمان عيش وشوية من الجرجير، وأحلى وصفة اقتصادية وهتكفي العيلة ما شاء الله. بجد حلوة قوي قوي، عايزاكم تجربوها وتقولي رأيكم فيها. قناتي على اليوتيوب باسم أميرة أبو زيد بالعربي، وفيديو القناة بتاعتي على الفيسبوك باسم أميرة أبو زيد بالعربي بالإنجليزي. يا ريت تكتبوا لي كومنتات حلوة كده منكم، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، بكون سعيدة جدا بكومنتاتكم. وإن شاء الله هرد عليكم في أي وصفة انتوا محتاجينها تقولوا لي عليها، وهنعملها مع بعض. انتظرونا إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة وفكرة جديدة، وأشوفكم على خير، وباي باي.